الكلام النهاردة هيبقى عن الإضاءة في السينما. وكلنا عارفين إن الإضاءة عنصر مهم جدا في التصوير السينمائي، لأنها بتأثر على طبيعة الصور اللي بتلقطها الكاميرات. إضافة لكده إن الإضاءة بتأثر على مشاعر المشاهد مباشرة. هندخل في الموضوع على طول عشان ما نطولش عليكم إلى الأمثلة اللي من الأفلام المصرية. أول مثال عندنا هو استخدام الأبولو في الإضاءة. والأبولو هو عبارة عن مصدر ضوء قوي جدا، بيستخدم دايما أثناء التصوير الخارجي بالليل. المصدر ده له فايدتين. الفايدة الأولى هو إعطاء الإحساس بالغموض والترقب والإثارة. الفايدة التانية هو إنه بيوضع هالة ضوئية على شخصيات العمل أو على العنصر اللي بيتصور. يخلي المشاهد يحس إنه عايش مع شخصيات خيالية أو واقع أسطوري. استخدم الأبولو ده المخرج شريف عرفة في فيلم المنسي إنتاج سنة 1993. ادي مصدر الضوء اللي جاي من بعيد أبولو، مصدر خلفي. وادي مصدر ورا النخل زي ما انتم شايفين، مصدر ضوء برضو قوي. ادي أبولو برضو من بعيد، منور جنب اليمين من الكادر. وادي برضو من الارض الى الاعلى، منور الجزء اللي فوق كله. ادي موضوع الهالة اللي احنا قلنا عليها، اللي بتظهر على الممثل. ادي برضو الهالة اللي بتظهر على الديكور اللي محطوط، اللي هو العشة اللي معمولة دي. وعلى فكرة هو هنا مستخدم الأبولو على اليمين، وعامل نار صغيرة على الشمال عشان يعمل بالانس في الصورة. هنا برضو إضاءة جانبية جنب واحد من الكادر. هنا برضو إضاءة تعتبر إلى حد ما جانبية، بتخفي الشخص اللي على اليمين ويبان قوي الشخص اللي على الشمال.